ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم باركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا السيدة خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، بناء على بعض الأقوال والروايات أن وفاة السيدة خديجة كانت في اليوم 10 من شهر رمضان المبارك، يعني مثل هذه الليلة، هذه ليلة 10 من شهر رمضان. والسيدة خديجة الكبرى كانت إنسانة عظيمة وجليلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مميزة نادرة، عملة نادرة، لا يوجد مثل السيدة خديجة إلا نادر، من أفضل المخلوقات على الإطلاق السيدة خديجة عليها السلام. وكان رسولنا صلى الله عليه وآله يحب السيدة خديجة حبا جما، فعلا كان الرسول يحبها ويقدرها تقدير بالغ. في بعض الروايات إخواني تذكر في يعني التواريخ وغيرها مضمون الكلام، يقول إن رسول الله كان بعد وفاة السيدة خديجة كان يرسل الهدايا إلى أخواتها. مو إحنا عندنا مثل يقول لأجل عين ألف عين تكرم، إكراما للسيدة خديجة وإجلالا لها كان رسول الله يهدي ويكرم أخواتها وربما صديقاتها أيضا، إكراما للسيدة خديجة. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتزوج على السيدة خديجة ما دامت حية، في حياتها ما تزوج عليها أبدا الرسول. مع أن أخواني أفيدكم بمعلومة أكيد مر عليكم، الرسول من حقه يتزوج بقد ما يريد، هاي من الأحكام الفقهية المختصة بالرسول. يعني اليوم الإنسان العادي، الرجل العادي من حقه يتزوج 4 كمسألة فقهية نتكلم، لكن الرسول تحديدا لا، أحل الله له أن يتزوج كما يشاء، لو يتزوج 20 30 يجوز له، هذا من الأحكام يسموها مختصات الرسول. زين. ومعروف في كتب التاريخ أن رسول الله تزوج 13 امرأة في حياته ومات عن 9. الآن بغض النظر العدد دقيق أو غير دقيق، ولكن المعلومة المؤكدة أن هؤلاء 13 أو 9 اللي مات الرسول وهن موجودات عنده لم يتزوج واحدة منهن في حياة السيدة خديجة، ولا وحدة أخذها بحياة السيدة خديجة، كانت مكفية وموفية تماما، وإنما تزوجهن بعد وفاة السيدة خديجة عليه السلام. وهذا نوع من الإكرام والإجلال لها، أن في حياتها ما تزوج عليها رسول الله أبدا. وكان بعد وفاتها دائما يذكرها بالخير، دائما يذكرها بالخير والفضل والإحسان، ما نساها الرسول يوم من الأيام السيدة خديجة، يتذكر فضلها وإحسانها. زين. ووقفتها المشرفة اللي وقفتها مع رسول الله في بداية الدعوة الإسلامية، وما قام الإسلام إلا بسيف علي وأموال خديجة. الدين الإسلامي كان يحتاج إلى تمويل في البداية، يحتاج إلى تمويل مادي غير التمويل المعنوي. السيدة خديجة قامت بكلا التمويلين، المادي هذا ثراءها الفاحش كله بذلته في سبيل الإسلام وفي سبيل الدين، وأيضا الدعم المعنوي، تزوجت الرسول صلى الله عليه وآله وكانت تهيئ له أفضل الظروف وأحسن الأجواء للراحة النفسية، الراحة النفسية مضافا إلى الدعم المادي اللي قدمته، فكان الرسول ما ينساها أبدا. حتى في رواية إخواني يوم من الأيام وحدة من زوجات الرسول، هي تقول زوجة الرسول، وحدة أخرى هي تقول دخلتني الغيرة لكثرة ما كان رسول الله يذكر السيدة خديجة بعد وفاة السيدة خديجة، من قد ما كان يذكرها بالإحسان والفضل، تقول دخلتني الغيرة فقلت له يا رسول الله، قالت له يا رسول الله إلى متى تذكر هذه العجوز، تعبر عن السيدة خديجة، إلى متى تذكر هذه العجوز التي أبدلك الله بخير منها؟ الله جاب لك نساء خير من السيدة خديجة، إلى متى تذكرها؟ تقول فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله غضبا شديدا وقال لا والله ما أبدلني الله بخير منها، إنها صدقتني حين كذبني الناس
آوتني حين طردني الناس، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وأنى لي مثل خديجة. وين أكو مثل السيدة خديجة؟ أفضل وحدة من زوجات رسول الله السيدة خديجة بلا منازع، إنسانة عظيمة قدمت كل ما تملك في سبيل الله عز وجل. لذلك محبة الرسول لها ما كان لها حدود أبدا. وهنا أكو رواية إخواني، هي عبارة عن قصة جميلة ودي أقولها شوية، تأخذ وقت يعني القصة، ذاكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار. مضمون الكلام يقول: بينما رسول الله جالس بالأبطح. الأبطح اسم موقع معين في مكة المكرمة يسموه الأبطح، النبي جالس. هذه القضية صارت بالضبط قبل ولادة الزهراء عليها السلام. هالرواية هذه بيها، حتى أوضح لكم يعني، بيها كيفية انعقاد نطفة الزهراء سلام الله عليها، يعني قبل ولادة الزهراء بذيك السنة. يقول الرسول قاعد بالأبطح وحوله مجموعة من أصحابه، مذكورة الأسماء: المنذر بن الضحضاح، عمار بن ياسر، أبو بكر، عمر، علي بن أبي طالب، الحمزة بن عبد المطلب، العباس، مجموعة قاعدين حول الرسول. يقول: بينما هم كذلك إذ نزل جبرائيل عليه السلام بصورته العظمى وقد نشر جناحيه بين المغرب والمشرق. نزل جبرائيل على رسول الله، زين، جبرائيل نازل عنده أمر معين للرسول. شو يقول؟ قال: يا محمد، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. العلي الأعلى يقرئك السلام ويأمرك أن تعتزل عن خديجة 40 يوما. 40 يوم لا تشوف السيدة خديجة ولا خديجة تشوفك، تعتزل عنها، ممنوع الاقتراب عنها تماما. يقول: فشق ذلك على رسول الله. شق عليه يعني صعب عليه، هو يحب السيدة خديجة، الرواية قايلة: وكان لها محبا وبها وامقا. الوامق يعني شديد الحب، العشق احنا نسميه. 40 يوم اعتزل عن السيدة خديجة، ولكن لازم ينفذ أمر الله، هذا بعد أمر من الله عز وجل فعلا. وقال لجبرائيل: يجب عليك أن تصوم في هذه 40 يوم وتقوم الليل. 40 يوم متواصلة صيام وقيام الليل، هذه بها حكمة معينة راح تتضح بعد قليل إن شاء الله. يقول: فعلا رسول الله اعتزل عن السيدة خديجة تماما، ولكن أرسل لها عمار بن ياسر. عمار بن ياسر دز النبي قال له: روح قل للسيدة خديجة كلام معين. فعلا اجى عمار بن ياسر. ما هي الرسالة كانت؟ قال: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله: يا خديجة، لا تظني أن انقطاعي عنك انقطاع هجرة ولا قلى. القلى باللغة العربية يعني البغضاء، يعني لا تتصورين أنا والله حاشا طبعا لرسول الله قاطع عنك من باب البغضاء أو الهجرة، أريد أهجرك، لا والله، وإنما أمر الله عز وجل لازم أنفذه. الله أمرني أعتزل عنك 40 يوم، فهذا تنفيذ لأمر الله. ويا خديجة اعلمي أن الله تعالى ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا، كل يوم أكثر من مرة، مو باليوم مرة، باليوم أكثر من مرة. الله تعالى يباهي كرام ملائكته بالسيدة خديجة. هذه فضيلة للسيدة خديجة بلغها النبي عن طريق عمار بن ياسر، وصاها: إذا صار الليل ردي الباب، حطي راسك ونامي، هي 40 يوم تعدي. وكانت السيدة خديجة يصيبها الحزن الشديد، أيضا يصيبها الحزن الشديد لفراقها لرسول الله صلى الله عليه وآله. هي أيضا كانت تحبه حبا كثيرا، وما كانت مرتاحة لمسألة الاعتزال عنها، بس هذا تنفيذ لأمر الله عز وجل. زين، ظل النبي 40 يوم على هالحالة، يصوم وكذلك يقوم الليل، إلى أن صار اليوم 40. 40 يوم النبي مرت عليه صايم. يوم رقم 40 نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله، قال: يا رسول الله، اليوم تروح للسيدة خديجة. طيب، وثم أيضا الرواية تقول نزل ميكائيل. هذه مهمة عظيمة بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أيضا. الآن أكمل. يقول: ميكائيل نزل وبيده طبق،
طبق، هذا الطبق من الجنة، فيه طعام من الجنة مغطى بسندس أو استبرق، منديل من استبرق أو سندس. وقال له: يا رسول الله، يأمرك الله عز وجل أن تجعل إفطارك الليلة على هذا الطعام. أنت صايم، والإنسان الصايم إخواني تدرون بعد لا أكل لا شرب، الجسم ماكو، فهو لما يأكل هذا يصير له تأثير. الأكل الأول اللي تأكله وقت الفطور هذا كله يصير بالجسم، فهذا طعام الجنة، لأن أكو مهمة معينة لازم تصير هالليلة هذه. قال له: هذا الطعام تأكل منه في إفطارك الليلة، وهو طعام محرم إلا عليك، حرام واحد من أهل الأرض يأكل منها الطعام، بس أنت تأكل منه يا رسول الله. فعلا صار وقت المغرب، النبي جهز هذا الطبق. يقول علي عليه السلام أمير المؤمنين، يكمل الكلام، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله من عادته أنه إذا أراد أن يفطر يقول لي: يا علي، افتح الباب واجعل كل من يرد عليك يدخل ويفطر معي. هذه الأيام الثانية يعني من عادة الرسول، وهذا طبعا كرم رسول الله وعطاء رسول الله، هذه أنت إنسان مؤمن عادي تسويها، فما بالك بالرسول وأهل البيت. يقول: ما كان يتفطر إلا ويا ناس يتفطرون، كان يقول لي: يا علي، افتح الباب، شوف منو يجي يمين شمال جيبه، خليه يجي يتفطر وياي، إكرام الضيف. يقول: إلا بذيك الليلة لا، ذيك الليلة كان عنده كلام آخر، بالعكس قال لي: يا علي، اجلس على الباب ولا تسمح لأحد بالدخول، فإن هذا الطعام محرم إلا علي، حرام أحد يأكل منه، بس أنا أكل منه، فلا تسمح لأحد بالدخول. يقول أمير المؤمنين: فوقفت على الباب، وفعلا الرسول كشف الطبق، شال المنديل، شفت الطعام، وإذا به عنقود من عنب وعنقود من رطب، هذا كله من الجنة، عنب الجنة ورطب الجنة. فعلا حتى أمير المؤمنين ما أكل ويا الرسول بذيك الليلة، هذا طعام مخصص لرسول الله صلى الله عليه وآله من الجنة، ثم أكل منه رسول الله شيئا إلى أن شبع، وكان أكو ماء أيضا شرب. يقول: بعد ذلك غسل يده، والذي يغسل يده جبرائيل، وكان يمندله إسرافيل، يمندله يعني المنديل، يعني الكلينكس، مثل ما نقول الكلينكس، ينشف إيده إسرافيل عليه السلام، كرامة لرسول الله في تلك الليلة بعد 40 يوم من اعتزال السيدة خديجة. يقول: ثم رفع الطبق إلى السماء، هذا الطبق البقية من الطعام رفع إلى السماء لأنه ممنوع على أهل الأرض. قام الرسول بعد ما أكل، من عادته بعد ما يفطر يتوضأ ويوقف يصلي. رسول الله كان يحب الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، هذه ليليا يصلي الرسول، عبادة تضرع. ذيك الليلة قام الرسول يريد يصلي، بس راد يتوضأ، جاءه جبرائيل عليه السلام قال له: الصلاة هذه الليلة محرمة عليك، هالليلة صلاة ممنوع، ما تصلي يا رسول الله، كل ليلة تصلي بس الليلة لا، أكو شيء ثاني، هالليلة تروح للسيدة خديجة بعد ما أفطرت، تروح إلى السيدة خديجة. اسمع التكملة، قال: فإن الله تبارك وتعالى قد آلى على نفسه، يعني أقسم على نفسه، أن يخلق من صلبك الليلة ذرية طيبة. الليلة الله أقسم على نفسه أن يخلق من صلبك ذرية طيبة. هذه الذرية منين جاية؟ من طعام الجنة، يسموها الحوراء الإنسية الزهراء سلام الله عليها، كما ستأتيك التكملة، لأنها خلقت من رطب الجنة وعنب الجنة، مو من طعام الدنيا، هذه الزهراء، لذلك نسميها الحوراء الإنسية. المهم قال له: الصلاة الليلة محرمة عليك في هذا الوقت، أنت مأمور أن تذهب للسيدة خديجة. جاء رسول الله إلى بيت خديجة. شو تقول السيدة خديجة؟ هي تحكي الرواية، تقول: وكنت قد ألفت الوحدة. ألفت الوحدة يعني تعودت على الوحدة، 40 يوم يعني خلص، بعد هسه اليوم الأول الثاني 10 20 عقب 40 يوم صار هذا من حياتي، يعني 40 يوم الوحدة. فإذا كان يصير الليل كنت يعني أرد بابي على قولتها، وأصلي وردي، وأطفئ مصباحي، وأحط راسي وأنام كل ليلة هذه. تقول: فكنت في تلك الليلة بين النائمة والمستيقظة، يعني بعدي مو غافية، بين النوم وبين اليقظة،
وإذا بي أسمع الباب تطرق في مكة المكرمة. تقول: فقلت: من هذا الذي يطرق بابا لا يطرقها إلا محمد صلى الله عليه وآله، نصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هذه الباب لا يتجرأ أحد على طرقها إلا رسول الله. تدري السيدة خديجة، فقال رسول الله بعذوبة كلامه وحلاوة منطقه، قال: أنا محمد يا خديجة افتحي لي الباب. تقول: فقمت فرحة مسرورة مستبشرة وفتحت الباب لرسول الله ودخل رسول الله. تقول: أيضا كان من عادة الرسول أول ما يدخل علي، أول ما يدخل يروح إلى الإناء يأخذ الماء ويتوضأ ويصلي، هذه عادته اليومية. لكن في تلك الليلة الصلاة محرمة عليه، لا دنا من الإناء ولا اقتى ولا ذهب إلى الصلاة، وإنما أخذني السيدة خديجة عليه السلام تقول، وصار بينه وبينها، أكو الرواية بها تفاصيل، صار بين السيدة خديجة ورسول الله ما يكون بين المرأة وزوجها. السيدة خديجة تقسم بالله في نهاية الرواية أخواني، تقول: والذي سمك السماء والذي رفع السماء، والله ما ابتعد عني رسول الله حتى أحسست بثقل فاطمة الزهراء في بطني في تلك الليلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فهذه الرواية أخواني بها كيفية انعقاد نطفة الزهراء، وأنها من الجنة، وأنها الحوراء الأنسية. ولكن محل الشاهد ما هو؟ هو أن رسول الله كان محبا للسيدة خديجة حبا جما، بحيث أمره الله أن يعتزل عنها. زادت المحبة وزاد الشوق، بس هذه المحبة الطاهرة، هذه المحبة الطاهرة المقدسة الشريفة العفيفة، محبة الزوج لزوجته، خصوصا إذا كانت محبة في الله عز وجل. اشترك كلاهما في إقامة الدين والمذهب والعقيدة. أنا دائما أقول كلمة أخواني، أقولها الآن بعد مرة أكررها: أي واحد بينا الآن قاعد بالمجلس، وأي واحد مسلم على وجه الأرض، أي إنسان يشهد الشهادتين، هذا أكو برقبته دين للسيدة خديجة، هي والله. لأن الإسلام كيف وصل إليك؟ عن طريق أموال السيدة خديجة، ولولا أموالها لما قام الإسلام. فيجب عليك أن تشكر السيدة خديجة وتذكرها بالخير دائما، لأن لها فضل علي وعليك وعلى كل إنسان مسلم على وجه الأرض. هذا دين في رقبتنا للسيدة خديجة. وعلى أقل التقادير السيدة خديجة نقدرها بذكر اسمها المبارك. على أقل التقادير يعني نطلق اسم السيدة خديجة على مساجدنا، على حسينياتنا. لا باس واحد مثلا الله وفقه يبني مسجد يسميه مسجد السيدة خديجة، حسينية السيدة خديجة مثلا، بناتنا نسميهم مثلا خديجة.